تفتكر إيه اللي بيحركنا كبشر؟ لو سألت أي حد غالبا هيقولك الفلوس، السلطة، أو يمكن الجنس. دي الإجابات التقليدية دايماً. بالظبط. بس المصادر اللي معانا النهاردة بتقول إن في دفع أعمق بكتير، عامل زي نظام تشغيل شغال في الخلفية وإحنا مش واخدين بالنا منه. امم الدافع ده هو السعي للمكانة الاجتماعية، فكرة إننا نكون متشافين ومقدرين. السعي ده هو اللي ممكن يخلينا نشتري عربية معينة أو نشتغل ساعات زيادة عشان ترقية. أو حتى نكتب بوست معين على فيسبوك. تماماً. الموضوع مش مجرد رفاهية، ده محرك أساسي بيشكل كل حاجة في حياتنا. بالظبط. والنهاردة تحليلنا كله عن الفكرة دي بالاعتماد على ملخص لكتاب مهم اسمه لعبة المكانة أو The Status Game للكاتب ويل ستور، ومعاه شوية مراجعات وآراء مختلفة عنه. والمهمة بتاعتنا مهمتنا نفهم إزاي كلنا سواء اعترفنا أو لأ بنلعب لعبة مكانة كل يوم، وإيه هي قواعد اللعبة دي، والأهم إزاي ممكن نلعبها بطريقة صحية ومفيدة لينا وللي حوالينا بدل ما تدمرنا. عمرنا فكرنا ليه بنهتم قوي برأي الناس فينا، أو إيه سر الإحساس بالرضا لما بوست على السوشيال ميديا يجيب لايكات كتير؟ النهاردة هنفك شفرة السر ده مع كتاب لعبة المكانة لويل ستور. الكتاب ده بيكشف إن في قوة خفية واحدة بتحركنا كلنا، وهي سعينا للمكانة. يلا بينا نفهم اللعبة دي ماشية إزاي. دايما بنسمع إن اللي بيحرك البشر هو الجنس أو السلطة أو الفلوس، بس الكتاب ده بيقول لنا استنوا لحظة كده، يمكن كل دي مجرد واجهة لحاجة أعمق بكتير. يمكن القصة الحقيقية حاجة تانية خالص. تخيل معايا كده إن الحياة دي عبارة عن لعبة ضخمة كلنا بنشارك فيها كل يوم وكل لحظة، وحتى وإحنا مش واخدين بالنا. لعبة ليها قواعدها ومكاسبها وخسائرها، وهي اللي بتتحكم في قراراتنا ومشاعرنا من ورا الستار. طيب في الجزء ده هنبدأ نفكك اللعبة دي حتة حتة، وهنكشف عن المحرك الخفي اللي بيوجه تصرفاتنا، المحرك اللي ممكن نكون مش شايفينه بعينينا لكن تأثيره بيلمس كل حاجة في حياتنا. ستور هنا بيقلب الترابيزة خالص. بيقول إن الفلوس، السلطة، وحتى الحب دي مش هي الأهداف النهائية. دي مجرد أدوات أو عملات بنستخدمها عشان نكسب في لعبة تانية خالص، لعبة أكبر وأهم بكتير. طيب إيه هي بقى اللعبة دي اللي عمالين نتكلم عنها من الصبح؟ يلا بينا ندخل في صلب الموضوع ونعرف اسمها ونفهم بالظبط ليه تأثيرها قوي علينا للدرجة دي. اللعبة دي هي لعبة المكانة. ببساطة شديدة هي رغبتنا الفطرية اللي مستحيل نسيطر عليها في إننا نحس بالتقدير والاحترام جوه مجتمعنا. وده مش مجرد رفاهية أو حاجة كمالية، لا، ده احتياج بيولوجي أساسي متبرمج جوه الDNA بتاعنا من آلاف السنين عشان نضمن بقائنا. زمان مكانتك العالية كانت حرفياً تذكرتك عشان تاخد أكل أحسن وفرص تزاوج أفضل وحماية أكبر. والنقطة اللي تخض أكتر بقى إن الموضوع مش مجرد أحاسيس ومشاعر، لأ، الاقتباس ده بيوضح إن المكانة ليها تأثير مباشر وحقيقي على صحتنا الجسدية وعمرنا. يعني نقص المكانة ممكن يكون مميت بالبطيء، فدي فعلا مش مجرد لعبة، دي مسألة حياة أو موت. طيب تمام، عرفنا إنها لعبة، بس إزاي بقى بتتلعب؟ هنا الموضوع بيكبر شوية، لأنه مفيش كتالوج واحد للنجاح. البشر على مر العصور ابتكروا استراتيجيات كتير جدا ومختلفة عشان يعلوا مكانتهم ويكسبوا في اللعبة دي. يعني مثلا فيه اللي بيلعبها عن طريق التميز، إنه يكون أحسن واحد في مجاله سواء رياضة أو فن أو علم، وفيه اللي بيركز على الثروة ويستخدم الفلوس والممتلكات كإشارة واضحة للنجاح، وفيه كمان استراتيجية التسلق الاجتماعي عن طريق التقرب من الناس المهمة. والغريب بقى إن حتى الإيثار وعمل الخير ممكن يكونوا من أقوى الاستراتيجيات لكسب مكانة عالية واحترام في مجتمعات كتير. والنقطة المهمة قوي بقى إن قواعد اللعبة دي مش ثابتة في كل حتة في العالم. يعني في الثقافات الغربية مثلا ممكن نلاقي التركيز كله على الإنجاز الفردي والنجاح المادي والمهني، لكن على الناحية التانية في ثقافات شرق آسيا القصة مختلفة خالص. ممكن تكون المكانة مرتبطة أكتر بمدى الانسجام مع المجتمع وسمعة العيلة والدور اللي بيقوم بيه الفرد لخدمة اللي حواليه. وفي زماننا ده دخل لاعب جديد على الخط قلب الموازين كلها: السوشيال ميديا. فجأة بقى عندنا ملعب عالمي ضخم كلنا بنتنافس فيه على المكانة عن طريق اللايكات والشير والمتابعين. التقييم بقى بالثانية والمقارنة بقت مفتوحة 24 ساعة في اليوم مع مليارات البشر، وده طبعاً ضاعف الضغط بشكل محدش كان يتخيله.
بس زي أي لعبة في الدنيا فيها مكسب وفيها خسارة، والرهانات في لعبة المكانة عالية جدا. الفوز فيها ممكن يدينا إحساس رائع بالرضا والأمان، لكن الخسارة من الخسارة ممكن تكون مدمرة، مش بس على مستوى الأفراد لكن على مستوى المجتمع كله. التمن النفسي الأساسي اللي بندفعه في اللعبة دي هو اللي بنسميه قلق المكانة. الإحساس ده أكيد كلنا حسيناه في وقت من الأوقات، هو الخوف الدائم من إننا نفقد مكانتنا، أو الإحساس إننا مش كفاية مقارنة بالناس التانية. الشعور ده بيخلق توتر مزمن وبياكل في إحساسنا بالأمان. والموضوع للأسف مش بيقف عند القلق وبس. الجانب المظلم للعبة دي أعمق من كده بكتير. على المستوى الشخصي، السعي ده بيولد المقارنات السامة والغيرة، وممكن يوصلنا لسلوكيات مش أخلاقية عشان بس نتقدم خطوة. وعلى مستوى المجتمع، هو السبب الجذري اللي بيوسع الفجوة بين الناس وبيأجج الصراعات والاستقطاب. طيب، بعد كل الكلام اللي ممكن يكون محبط ده، هل في أمل؟ هل خلاص كده إحنا محبوسين جوه اللعبة دي؟ لحسن الحظ، الإجابة هي لأ. الكتاب بيقدم لنا خريطة طريق عشان نغير طريقة لعبنا ونحول اللعبة من مصدر قلق لمصدر قوة. الحل بيبدأ من جوانا إحنا. أول حاجة، بدل ما نجري وراء أهداف فرضتها علينا المجتمع، مهم نربط سعينا ده بقيمنا الحقيقية وشغفنا إحنا. وده بيوصلنا للخطوة التانية، وهي الرضا الداخلي، بإننا ننمي مهارات وهوايات بتساعدنا لذاتها. ومن هنا نقدر نمارس الامتنان ونقدر اللي عندنا بدل ما عينينا تبقى على اللي عند غيرنا. كل ده في النهاية بيساعدنا نعيد تعريف النجاح نفسه ونشوفه في حاجات أعمق زي الطيبة والإبداع، مش بس في الفلوس والسلطة. والفكرة الأجمل والأكبر بقى للكتاب بيوصلها لنا هي إننا نغير طبيعة اللعبة نفسها. بدل ما تبقى لعبة صفرية، يعني عشان واحد يكسب لازم التاني يخسر، ممكن نحولها للعبة جماعية، لعبة جديدة نكسب فيها مكانة عن طريق مساعدة بعض، مش عن طريق هزيمة بعض. تخيلوا لعبة الكل فيها كسبان. في الآخر خالص، الكتاب ده بيخلي كل واحد فينا يقف ويسأل نفسه: أنا بلعب أنهي لعبة مكانة بالظبط؟ وإيه هو معنى الفوز الحقيقي بالنسبة لي؟ لأننا أول ما بنفهم قواعد اللعبة بنكتشف إننا مش مضطرين نلعبها بنفس الطريقة القديمة. يمكن الفوز الحقيقي مش إن واحد بس يوصل للقمة، لكن إننا كلنا نساعد بعض نطلع السلم ده سوا.